صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندي كلمتين كده حبيت اقولهم بصراحه قبل ما انزل اروح الشغل كده، بمناسبه بقى ان الماتشات دي اساسا في وقت غريب ونتائجها غريبه وكل حاجه فيها غريبه، فقلت انزل انا كمان فيديو في وقت غريب قوي الساعه 9 الصبح. بصور كده كلمتين عايز اقولهم في اصعب ماتش للاهلي في المجموعه، اصعب من ماتش بورتو. بالمناسبه يعني فرقه بالميراس ديت فرقه قويه جدا، فرقه سريعه جدا. انت ماتش بورتو بس هتبقى مشكلتك بدنيا عشان هم الماتش الثالث. انت شفت اهو في اول ماتش فقدت 3 لعيبه، امام عاشور وكوكا وطاهر للاصابات. فطبعا ربنا يبعد عننا الاصابات، بس انت عندك ماتش بورتو لو انت واقف على رجلك هتعمل نتيجه كويسه، ممكن تتعادل وممكن تكسب، لان بورتو مش فريق قوي. ماتش بالميراس هو اللي صعب قوي النهارده، والماتش دوت انت لو كسبته انت كده شبه صعدت خلاص، لو خسرته انت شبه خرجت. فالماتش بتاع النهارده مهم قوي. في كلمتين بقى عايز اقولهم كده بصراحه، لان احنا في ماتش انتر ميامي كلنا ذبحنا اللعيبه، لعيبه انانيه، لعيبه مستهتره، ضيعت فرص، لعيبه مش عارف ايه، واتكلمنا عن اللعيبه كلام ايه زي الفل، بس ما حدش اتكلم عن المدرب خالص ولا ريفيرو، وقدرنا ان طبعا هو لسه جاي ولسه بيقول يا هادي والكلام ده كله. الكلام اللي اقوله دلوقتي انا لا مدرب ولا انا كوتش ولا اشتغلت في التدريب ولا حتى اعرف حاجه عن فرقه بالميراس ولا بتابع الدوري البرازيلي، بس شفت ماتش بالميراس وبورتو 90 دقيقه، جمعت 3 4 نقط اي حد في الدنيا كلها شافها وفهمها وعرفها. فانت يا ريفيرو لو ما خدتش بالك من النقط ديت يبقى انت عندك مشكله، وهنبدا نتكلم عليك انت كمان كلام وحش. النقط بسيطه جدا وسهله جدا. مبدئيا الف ب، بالميراس فرقه بتضغط جامد جدا، بالميراس فرقه سريعه جدا، بالميراس وينجاتها قويه جدا، نقط قوتها في وينجاتها وباكاتها الاطراف، العمق بتاعها ضعيف جدا. طيب خلينا نمسك نقطه نقطه، وعايزين نجيب ورقه وقلم كده ونمسك نقطه نقطه. النقطه الاولى هنتكلم ان بالميراس فرقه بتضغط قوي جدا، من ضربه المرمى بتضغط على هتضغط عليك. طيب انت ما ينفعش تبدا بياسر ابراهيم النهارده. ياسر ابراهيم طبعا مدافع قوي ومدافع سريع وجرينتا وروح وكل حاجه، انما كورته صفر. هتبدا بقى الهجمه من ورا ان ياسر ابراهيم يبصي لضربه المرمى للشناوي، والشناوي يبصيها على طرف تروح طالعه اوت، وتقعد تجري ورا الكوره. بدنيا انت مش هتقدر ان انت تكمل معاهم، وهتلاقي نفسك بعد نص ساعه بدنيا انت وقفت ولعبتك كلها وقفت. لازم الاهلي يحافظ على الكوره ويحاول يمتلك الكوره اكبر قدر ممكن الماتش ده. طيب ادي كده النقطه الاولى، هتلعب ببيكهام واشرف داري. النقطه الثانيه انت لازم هتدي النهارده في 3 لعيبه كده توجيهات، لو نفذوها وبقوا فورمه الاهلي هيكسب النهارده. خليكم فاكرين ال3 لعيبه دول: محمد هاني، واللي هيلعب باك شمال اللي هو تقريبا هيبقى كريم الدبيس، ومحمد بن رمضان. ال3 لعيبه دول لو فورمه الاهلي هيكسب النهارده. وهقول لك ليه. مبدئيا كريم الدبيس ومحمد هاني هما اللي هيقفلوا الجبهه القويه ونقطه القوه بتاعت بالميراس اللي هم الاطراف. الطرفين يا جماعه حوار عندهم حلو كده، لو واقفين صح ولعبوا صح وقفل عليهم صح بالميراس اتشل، بالميراس مش هيعمل حاجه. حلو كده. النقطه الثالثه محمد بن رمضان، ليه بقى وانت لازم تديله توجيهات هجوميه النهارده؟ محمد بن رمضان لازم يبقى رقم 10 مش رقم 8، لان هم العمق بتاعهم ضعيف جدا، سواء رقم 6 عندهم او رقم 8 ضعاف. مش ضعاف ان هم ضعاف هترقصهم وبتاع، لا هم كده كده فرقه كلها حلوه، بس ده اضعف مركز عندهم. هتعرف ان انت تسيطر عليه. الماتش دوت على فكره بالمناسبه كان اكتر ماتش الاهلي محتاج فيه امام عاشور، لان هو امام عاشور اللي بيلعب في المركز دوت، وامام عاشور اصلا كان فورمه، بس قدر الله ما شاء فعل. مين بديله؟ عندك بديله محمد بن رمضان. طيب النقطه الثالثه اللي عايز اتكلم فيها ان انت النهارده لازم تلعب باليو ديانج مكان حمدي فتحي. هتقول لي بقى حمدي فتحي ده جاي مخصوص عشان البطوله، ده حمدي فتحي مش مع احترامي طبعا حمدي فتحي لعيب كبير جدا، بس الماتش ده مش ماتشه. هو حمدي فتحي يبقى ماتشه الماتش الجاي اللي هو ماتش بورتو. ماتش بورتو لايق قوي على حمدي فتحي ويلعبه حلو قوي. الماتش اللي جاي النهارده دوت بتاع بالميراس ده ماتش اليو ديانج، سرعه قوه. لو هو مروان عطيه في نص الملعب الحته دي اتقفلت، وهم اصلا مش قويين في الحته ديت، بس صدقني اليو ديانج هيفرق معاك جدا. فانا شخصيا رايي ان الاهلي يبدا كده، يبدا بالشناوي في حراسه المرمى، قدامه بيكهام واشرف داري، على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال كريم الدبيس، قدامه 2 6 ديانج ومروان عطيه، وقدامهم 10 محمد بن رمضان، على اليمين زيزو. وهقولها تاني، على اليمين زيزو. هتلعب بطرف يمين النهارده ريفيرو، بلاش تاليف حته ان انا مش حته ان انت هتلعب وينج شمال بس والوينج اليمين مقطوع دوت انساه. يعني ده هم قوتهم كلها في الباك رايت والباك ليفت والوينج رايت والوينج ليفت.
طيب هتلعب بزيزو يمين وتريزيجيه شمال وقدام وسام. بس في نقطه كده حابب اقولها برضو على جنب، يعني ان الماتش ده بالنسبه لي انا وجهه نظري مش ماتش اشرف بن شرقي خالص. اشرف بن شرقي ما بيدافعش، اشرف بن شرقي بطيء، هو لعيب مهاري وبيخلص لك اجوان ولعيب سوبر، بس دفاعيا ضعيف جدا ما بيدافعش، وهو اصلا مش سريع زي زيزو وتريزيجيه. فانا شخصيا شايف ان اشرف بن شرقي ممكن ينزل في حاله واحده بس، لو لا قدر الله الاهلي خسران 2-0 3-1 مش عارف وبالميراس بدا يهدى ويقف ورا، ساعتها لازم هتنزل اشرف بن شرقي. انما النتيجه تعادل او حتى 1-0 للبالميراس بس وهو لسه قارص وبيجري وبتاع، ما ينفعش تنزل بن شرقي غير لو هتنزله مهاجم بقى. حلو كده، انت هيبقى عندك اختيارات بره اشرف بن شرقي، هيبقى عندك جريتشار ممكن تنزله مكان وسام، لو وسام طبعا اجهد في الشوط الثاني او حاجه. لو حسيت ان بالرمضان تعب، ما تنزلش قفشه، ما تنزلش قفشه خالص. الماتش ده ما تنزلش، مش ماتش قفشه خالص، ده ماتش سريع جدا، وقفشه هينزل هيخنق على لعيبه الاهلي ولعيبه بالميراس، هيخنق على ال 21 لاعب. الماتش ده سريع، عايز تنزل حد مكان بن رمضان عشان اتوقع ان بن رمضان الشوط الثاني بدنيا هيقع، ما تنزلش لا قفشه ولا حمدي فتحي. هتنزل حسين الشحات هيبقى يمين، وتريزيجيه لسه شمال، وزيزو هو اللي هيبقى مكان بن رمضان. حلو كده، فانت عندك حسين الشحات ممكن ينزل طرف، وعندك زيزو هيبقى في نص الملعب، وعندك بن شرقي ممكن ينزل مع تريزيجيه، بس بن شرقي مقلقني في حته الدفاعيا ديت، خصوصا ان كريم الدبيس برده دفاعيا مش اقوى حاجه. فدي كده باختصار الحاجات دي ريفيرو لازم تاخد بالك منها، لو عملتها واللعيبه نفذتها غلط يبقى انت براءه، وهنرجع نفرم اللعيبه تاني. البطوله دي بتحصل كل 4 سنين، ده مش كاس العالم اللي هو بتاع السبع انديه وماتش وتوصل للنهائي وتلعب اوكلاند وبتاع، ده ماتش بيحصل كل 4 سنين. اللعيبه لازم تاخد بالها من الكلام دوت. يعني كاس العالم اللي جاي دوت 75 او 80% من لعيبه الاهلي اللي في الفرقه دلوقتي مش هتلعبوا، في ناس هتكون بطلت، وفي ناس هتكون مشيت، وفي ناس هتكون اتسرحت، وفي ناس هتكون مش عارف فدي فرصه اصلا فين وفين لما اللعيبه بتلعبها. يعني ممكن على فكره زيزو ما يلعبش كاس العالم الجاي، ممكن الشناوي كده كده مش هيلعب كاس العالم الجاي. فاللعيبه دي لازم تطلع كل اللي جواها في اهم ماتش اللي هيصعدك النهارده. عامه ان شاء الله انا برضو ناوي اعمل فيديو كده بعد الماتش. انا شخصيا مش متفائل للاسف، يعني خليني اكون صريح معاكم، انا مش متفائل خالص النهارده. الاحساس دوت حسيته في ماتشين قبل كده والنتيجتين كانت مفاجاه. ماتش الاتحاد السعودي لما الاهلي كسب 3-1، وماتش الهلال السعودي لما الاهلي كسب 4-0. نفس الاحساس قبل الماتش، كنت حاسس ان انا محبط جدا وحاسس ان الاهلي مش هيكسب، وكنت حاسس ان الاهلي يخسر بسكور والاهلي كسب بسكور. فانا حاسس نفس الاحساس النهارده، واللي خوفني مش مستوى الاهلي بس ولا مستوى الماتش بتاع الاهلي وانتر ميامي، انا اللي خوفني الصراحه ماتش بورتو وبالميراس. لما شفت الماتش بالطريقه ديت قلت بس خلاص كده احنا الدنيا هتبقى في الجلاشه. عامه انا انزل اروح الشغل، ومعلش لو طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل بعد الماتش، والسلام عليكم.